فقره مالهاش اي 60 لازمه بين الروك وكودي رودز وجون سينا بيرجع بشيء مفاجئ، لكن مالهاش اي 60 لازمه برضه، وشيمس راجع في سماك داون الجاي. فيلا بينا نشوف ايه اللي حصل في العرض ده. ويلكم تو مانداي نايت رو. I'm the best of the best. I'm the greatest universal champion of all time because I smashed everyone. I'm your tribal chief. I'm the head of the table. The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So like they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner in God mode himself. وكالعاده وربنا ما يقطع لنا عاده، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناه. عاوزين نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت، فانزل اعمل اشتراك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصلك اشعار على طول. وعيد سعيد عليكم ان شاء الله بمناسبه عيد الفطر اللي هو بكره او تقريبا بعد ساعات من نزول الفيديو. افتح العرض النهارده بذا جيم بول تريبل اتش. دخل تريبل اتش وقال ان هنا عشان يشكركم وان ريسلمانيا كانت اعظم ريسلمانيا في التاريخ، والجمهور طبعا كله بيشكر تريبل اتش وبيشكره على نيو ايرا. انتهت حقبه جامده جدا وحقبه تاريخيه وعظيمه، واحنا دلوقتي في حقبه جديده. بيقدم قدرته وبيقول انك انت تستحق ده، اهلا بكم بنيو ايرا. بعدها بيتم عرض اغنيه خاصه يعني لكودي رودز يعني وكده بمناسبه مكسبه يعني وكده على رومان رينز يعني. كودي بيقول ان هو جه هنا من سنتين وكان بيحلم باللي بيحصل ده واخيرا حققه، وبيقول ان البطل السابق يمكن هو بيكرهه لكنه اكيد عمل فتره عظيمه جدا، والجمهور كله بيكتب ثانك يو رومان رينز. وبيقول كودي احنا ليه بنعمل كل ده، وبيتم عرض فيديو لبنته وهي بتقول له يعني انهي القصه، لازم تنهي القصه كده يعني. انا ما بحبش الكلام ده يعني، بس هم الظاهر بيأثر فيهم الكلام ده. وكودي رودز كان بيعيط يعني، واللي هو انت بتعيط في اي حاجه، اي مناسبه انت بتعيط، فرحان بتعيط، زعلان بتعيط، بطل الكآبه دي. انا عاوزك كاريزما، انا عاوزك تغلب رومان رينز بالكاريزما شويه. وبيقول لك ليه احنا بنقول كده؟ عشان ابنائنا لما يشوفونا ويسالونا احنا عملنا ايه نقول لهم احنا بنشتغل ابطال. سوبرمان يا جماعه بيشتغل بطل. بقى بيقطعوا ذا فاينل بوس ذا روك، بيخش الروك والجماهير بتسلط عليه وتقول له ذا اندرتيكر عشان الشيك اسلام يعني اللي خدها من اندرتيكر يعني وكده، فبيتريقوا عليه يعني وكده وبيعاملوه معامله دمدم، والروك ما بيكونش عارف يتكلم يعني وكده. الروك بيقول للجماهير ان انتوا حققتوا ارقام كتير ومنها انكم اكبر تجمع للزباله الروك شافها في حياته. وبيقول الروك ان هو جه هنا عشان يقدم الظهور لكودي رودز، وبيقول ان الجمهور عباره عن قذرات. ايوه انت عملتها يا كودي وفزت وبقيت بطل، لكن جعلتك تنزف واجلدتك، وده يا ابني بيني وبينك انت بس. انا مش عارف اذا كان والدي فخور بيا باللي انا عملته ده ولا لا، لكني مش مهتم. انت عملت ايه؟ بص على لقبك. انا اريد ان انا احمل اللقب ده. انا حملت القاب كتير في حياتي لكن ما حملتش اللقب ده لحد دلوقتي. والروك بيقول ان هو هيمشي لكن هيرجع له اول واحد بعد ما يرجع يعني. بيتبادلوا الالقاب اللي هو الروك وكودي رودز يعني بيتبادلوا الالقاب. الكودي بيديله اللقب بتاعه والروك بيديله اللقب محمد علي. تمام. انا مش فاهم انت كودي اصلا عاوز تمسك اللقب المعفن ده ليه يعني. وبيبادلوا الالقاب تاني، والروك بيدي كودي رودز حاجه في ايده لكن ما نكونش عارفين ايه هي، وكودي بيقول له ما تكسرش قلب تاني. ما تكسرش قلبك ايه يا اسطى؟ ايه اجمد كده بقول لك. الفقره ملهاش اي 60 لازمه. انا كل اللي فيها ان الروك قاعد يشتم الجماهير والجماهير قاعده تعلق على الروك والكلام ده، والروك بيقول ان هو هيمشي، ولما يبقى يرجع بقى بعد شهر من تصوير الفيلم يعني كده هيرجع على كودي رودز على اساس ان انت يعني بتطمني. طب الحمد لله، شكرا عليك يا حبيبي، شكرا. فكرة تقريبا بالنسبه لي ما كانش لها اي 60 لازمه، فادي لها 6 من 10. بيتم الاعلان ان في درافت هيكون موجود في سماك داون والرو يوم 26 ويوم 29. اللي ما يعرفش الدرافت ده يعني ايه يا جماعه، الدرافت ده يعني ايه بينقلوا مصارعين من الرو لسماك داون، من سماك داون للرو وكده يعني. بعدين دخلنا على ماتش قسما بالله انا ما اعرف ايه الماتش ده ولا اعرف جه امتى ولا اعرف يعني مين الواد اللي بيلاعب نيكامورا ده اصلا. نيكامورا دخل فجاه لقيته دخل، والواد بتاع بطل الان اكس تي دخل. يعني انتوا مين اصلا؟ انا قسما بالله ما اعرفكم. يعني انتوا
انا اعرف ناكامورا، اما الواد التاني ده حتى مش عارف انطق اسمه، تمام، عشان ما حدش يسالنا عليه. والغريب بقى ان بطل الانكستي كسب يعني يعني هو بطل الانكستي كسب على ناكامورا، وناكامورا اللي هو اكشنات بقى ومش عارف الحركات دي يعني. هي المباراه على فكره كانت حلوه يعني، والواد كان بيأدي حلو على فكره، قد المباراة دي 7 من 10. بس أنا مستغرب إيه المباراة دي جت إمتى أصلا يعني. بعدها بيتم الإعلان عن مباراة نصفية للمنافسين على اللقب العالمي لوزن التقيل، بيكون ضد أربعة اللي هم درو ماكنتاير وجاي أوسو وبرونسون ريد وروكوشيه. بعدها بيدخل الجارجيا من دي بيحتفلوا بريا ريبلي وديميان بريست بيحصلهم على الألقاب العالم للوزن التقيل، اللي هو يعني ديميان بريست كسب اللقب من الشنطه، والمامي ريا ريبلي حافظت على اللقب من بيكي لينش يعني وكده. وهم بيرفعوا الالقاب، ارتروس قال لك اهو انا جبت لكم القاب التاج تيم بتاعت الرو، اي خدمه يا جماعه. واللي هو لا ارتروس مش هنا، انت هتجنني، انت مجنون يا ابني. وبقول لهم انا جبت لكم القاب التاج تيم للجاجا من داي. يا جدعان، يا لهوي يا جدعان، هخلص امتى من العته ده؟ وعته بيضحكني بس عته برضه يعني. ايه ده؟ بيخش ساميز وبيعدي الموقف يعني وكده، وفين بالور بيتحدى ارتروس وزاميز على القاب التاج تيم يعني بتاعت الرو يعني وكده. ولكن ارتروس بيقول له انها مش هتنفع تكون مباراه تاج تيم، انها لازم تكون مباراه ثلاثيه، لان في صديق معاه عاوز يلعب معاه وكده يعني، وهو صديق مخفي محدش شايفه. فاللي هو الشاشه ده عبيط ده ولا ايه؟ يلا يا جدعان، قام داخلين عليه هاجمين عليه هو وزاميز يعني وكده. فلا بقى بنبدا المباراه اللي هي ارتروس وزاميز ضد الثلاثة اللي هم فين بالور ودمدم وجي دي ماكدونالد. في نص المباراة أو في آخر المباراة جون سينا بيرجع عشان يعملوا هم الثلاثة اندرتيود ادجستمنت للثلاثة دولت ويعد عليهم وكسبهم. أيوه بقى شكرا، هو ده اللي رجع. تمام ماشي، جون سينا رجع تمام، الحمد لله مش معترض الحمد لله. المفروض جون سينا بقى يخش بعدها يعني احنا هنلف كده يعني. جون سينا لما يرجع كل شويه يرجع يعمل واحده ادجستمنت وخلاص شكرا كده خلاص. طب الحمد لله، طب سلام، يلا بينا يا جماعه. المباراه كانت حلوه جدا، ادي لها 8 من 10، يلا سلام. بعدها بيخش بطل القارات سامي زين، فخر العرب حرفيا، فخر العرب في الدبليو اي كلها. تصدق لا سامي زين لاقي عليك اللقب يعني، شكله حلو عليك، لا عليك كده وانت كاريزما بيه كده، يا سلام. ايه اللقب الجامد ده يعني، احلويت في اللقب يا سامي. انا كنت عاوز اعمل شيء تاريخي السنه دي، واعتقد ان انا عملت الحاجه التاريخيه دي. جونتر حمل اللقب لمده 666 يوم، استغفر الله العظيم، ولكني هزمته. هو قال استغفر الله بجد يعني، مش هو قال استغفر الله، انا اللي قلت العظيم يعني. ماشي، حلوه قوي من سامي زين الكلمه دي يعني، استغربناها اتخضينا كده فجأة. سامي زين رايق قوي يعني، ايه حلو على المايك على فكره يعني. بعدها بيدخل امبريوم وبيقول ان هو جونتر بيتألم ان شخص زي سامي زين كسب اللقب يعني وكده، وبيكونوا عاوزين يهجموا على سامي زين، لكن تشاك جيبل بيرجع وبيلعبوا مباراه تاج تيم وبيفوز فيها سامي زين وتشات جيبل. المباراه كانت حلوه جدا على فكره، اديلها برضه 8 من 10. وسامي زين بيعرض على تشات جيبل في الكواليس ان هو يلعب مباراه على اللقب يعني وكده. وبيتم الاعلان ان شيمس راجع رسميا في سماك داون الجاي. بعدها بنخش على الحدث الرئيسي، درو ماكنتاير بيقول بغض النظر عن اللي بينه وبين سيس رولينز، لكني بشكره جدا عن اللي كان حققه كبطل يعني وكده، وانه كان بطل عظيم، ولكن لحظته تم تدميرها من طريق الغبي ديميان بيرس بمساعدة سي ام بانك الغبي برضه المغرور اللي ما لا يستطيع القتال. بعدها بقى بنخش على المباراة يعني وكده. المباراة بتكون جامدة جدا من الأربعة ومباراة حلوة قوي، لكن في نص المباراة كده درو ماكنتاير كان عاوز يعمل واحدة كليمور على جي اوسو، ولكن سي ام بانك بيظهر ويمنعه ان هو يعمل كليمور، وبيستطيع جي اوسو انه يكسب المباراة وهيروح يقابل ديميان بريست على اللقب في عرض الروك جاي. وبيخلص العرض على كده. عرض على فكرة يعني عادي يعني، ايه هو حلو لا هو حلو مش عادي يعني، ايه فوق العادي بسنة يعني، ما فيهوش حاجات يعني اللي هو واو والكلام ده. جون سينا رجع صحيح، بس رجع من ملهاش لازمة يعني انا مستني عداوة ولا اي حاجة يعني، مش عارف بقى هل جون سينا هيعمل عداوة مع حد ولا ايه بالظبط
وكانوا متوقعين منهم يعني ان رومان رينز هيظهر النهارده، بس انا كنت عارف ان هو مش هيظهر يعني، فما اتحمستش يعني. وكانوا متوقعين ان بروك ليسنر يرجع النهارده بسبب ان ادم بيرس اعلن ان هو مش هتصدقوا مين اللي هيكون موجود هنا، وانت فعلا ما صدقتوش يعني. هو قال لك مش هتصدقوا. هو انت كنت كان حد يصدق ان جون سينا موجود النهارده؟ يعني هو ادالك خضه، وكان حد يصدق ان هو يعلن ان شيمس جاي الاسبوع الجاي؟ محدش يعرف. وهل كان حد يعرف ان بطل NXT هيجي لاعب النهارده ده اسمه كامورا؟ ما كانش حد يعرف. قال لكم مش هتصدقوا. هو قال لكم حاجه جامده ولا حاجه ضعيفه؟ وقال لك مش هتصدقوا وخلاص. عرض كان حلو شويه يعني، ايه مفيهوش حاجات كتير، اديله 7.5 من 10. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي تحت في التعليقات هل شيمس هيعمل عداوه حلوه وجون سينا هيعمل ايه في الايام الجايه ديت. ويلا سلام.